واضحا يا سعد؟ جدا جدا. هل هناك أوضح من صوتك يا رجل؟ شكرا لك، بارك الله فيك وشكرا لك. حقيقة سأقدم ختام أرجو أن لا أطيل عليك فيه، وإذا كان هناك إشكالية على مستوى الصوت يعني أشير علي فقط. بارك الله فيك. تحياتي لكل المستمعين والمستمعات. سألتزم بنفس الخلفيات يا أسعد الصوتية، لأنه حتى لا تواجه مشاكل على مستوى الحقوق بطبيعة الحال. وأنا سأعتبر هذه مداخلة في موضوعك حول ما صدر من لجنة الانضباط. ستكون هناك مقدمة ثم قصيدة ثم خاتمة. ماذا إذنكم؟ شكرا لكم. فكالعادة نقول أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المغاربة الأحرار، تحية لكم ولكل من لا زال يناصركم، يا أحفاد من دانت لهم الممالك والسلاطين، يا من استعصيتم على الإمبراطوريات فكيف تضركم أقزام المكاتب. اسمعوها مني صيحة تمزق حجب الصمت. اليوم سقط القناع الأخير على وجه هذه القارة التي سقيناها ماءنا وأطعمناها زادنا وبنينا لها صروحا من المجد في كان لم ترى له مثيلا منذ أن اجتمع الأفارقة على المستديرة. اليوم جاءنا الرد من لجنة العار في دجى الليل من قاهرة المعز على ضفاف النيل، ليقولوا لنا بلسان الحال: ذنبكم يا مغاربة أنكم كبار في قارة تقدس الصغار، جريمتكم أنكم شرفاء في مستنقع يعشق الأوحال. في ظلمة أو في ليلة ظلماء وبقرارات طبخت في دهاليز الخزي بعد منتصف الليل، خرجت علينا يا أسعد لجنة الانضباط، لا لتنضبط بالقانون بل لتذبح العدالة من الوريد إلى الوريد. لقد ساووا بين اليد التي بنت الملاعب واليد التي خربتها، بين من احترم الميثاق وبين من داسه وانسحب، بين الصباري وأشرف اللذان دفع على كرامة القميص، وبين بلطجية وبلطجة أرادوا بها تحويل العرس إلى مأتم. لقد عاقبوا جامع الكرات ذاك الطفل الصغير، وبرأوا جامع المؤامرات ذاك الكهل الكبير. لقد أصدروا حكما ساوى بين من بنى ومن هدم، بين من احترم الضيف ومن أهان المضيف. وبحكمهم الجائر هذا قدموا لنا دون أن يدروا صكا من البراءة من تهمة الكولسة. فلو كنا نتحكم في دواليبهم كما يزعمون وكما يزعم نظام الثكنات وأبواقه ومن غنى على ليلاه، وليس عنه ببعيد شرقا وجنوبا، لما تجرأ موظف مرتشل أن يوقع غرامة على سيد القارة، ولما تجرأ قزم على معاقبة المارد. اليوم نعلنها ثورة بالأدب، حربا بالكلمة. لا نريد كأسهم الملطخة بالعار، ولا نأسف على لقب سرق في واضحة النهار. ارفعوا رؤوسكم عاليا فأنتم الأعلون وهم في مستنقعهم يعمهون. اليوم نرد عليهم ليس ببكاء الضحايا كما زعموا أخونا المصري، نرد عليهم بازدراء العظماء. هذا بياننا الأخير: انتهى زمن خاوخاوى مع من يضمرنا الغدر. انتهى زمن خاوخاوى مع من يضمرنا الغدر. احتراماتي لكل من يساكننا وكل من يبادلنا الحب والوفاء. وبدأ زمن المغرب أولا وأخيرا ولا عزاء للحاقدين. وانتهت المقدمة، وانتقل وإياكم إلى القصيدة، وهي على البحر البسيط على قافية الدال المكسورة. كولسوا بزاف، كولسوا كملوها 1.5 مليون. كولسوا على الشاشة. نعم.
قامت قيامة غدر من ذوي الحسد، وجاء حكمهم في ظلمة الكمد. قامت قيامة غدر من ذوي الحسد، وجاء حكمهم في ظلمة الكمد. يا لجنة الظلم هل في العين من رمد، أم أن ميزانكم مالت به يدي؟ حكمتم في دجى الليل على بلد أعطاكم النور في صرح من الرغد. يا لجنة العار، يا لجنة العار، هل ميزانكم عميت عيونه أم قضيتم حكم مرتعد؟ ساويتم بين من أغلى منارتكم وبين من داس قانونا بلا رشد. عاقبتم المغرب المعطاء ويحكم، كأن إكرامنا ذنب إلى الأبد. أين القوانين، أين المنع لمن هرب، أم أن قانونكم حبر على زبد؟ انسحبوا جهرة والكل شاهدهم، فجاء حكمهم عفوا عن اللذذ. وغرمونا في فوطات حارسهم، أين فوطتك يا أسعد؟ وغرمونا على فوطات حارسهم، وغرمونا على فوطات حارسهم، يا للسخافة في تفكيرهم ذي العقد. وغرموا المغرب المغوار ما جمعوا من حقد قارتهم في سالف الأمد. حتى الصغار جموع الكرة ما سلموا من حقدهم، فوقهم سيف الأذى النكد. أين انسحابهم، أين الذي هربوا، هل صار عندكم صربا من الجلد؟ رفضتم فصل اثنين بشرعتكم، وذاك حكم بتزوير ومعتمد. قالوا لقجعكم يشري ضمائركم، وأنه الحاكم الناهي بلا فند. قالوا لقجعكم يشري ضمائركم، وأنه الحاكم الناهي بلا فند. قالوا فوزيكم في الكاف سيدها، يديرها كالدمى في كف مقتصد. فجاء حكمهم المخزي ليصفعهم، ويكشف الكذب في إعلام ذي العقد. فجاءت الصفعة الكبرى لتخرسهم، وتكشف الزيف عن كذبة المعتقد. لو كان يملكهم هل كان يسمح أن تداس حرمته من أرذل العدد؟ لو كان فوزينا يدير الأمر منفردا لما تجرأ وغد على ساكن البلد. لكانت الكأس في الرباط باقية، وعاقب المنسحب بالطرد والطرد. لكنها كولسات الزور عندهم شماعة لفشيل خائر الجسد، لأنها عقدة المغرب قد سكنت قلوب جار لنا في الغل مجتهد. يا شامتا من وراء الحدود منتشيا بظلم كاف لنا يا فاقد السند. يا جار سوء شمت اليوم في وطني، وأنت في عزلة تمشي بلا سند. تفرح بتغريمنا يا بؤس ما صنعت يداك يا عائشا في الذل والنكد. ارقص على جرحنا فالرقص شيمتكم يا من بنيتم كيانا خائر الجسد. خذوا كؤوسكم وارضوا بهمجها، فنحن نسمو على الغوغاء والزبد. شيدنا فوق صروح العز مملكة تأبى الخضوع لغير الواحد الصمد. دعهم بقاع الحضيض المر قد رتعوا، فالصقر مسكنه في شاهق العمد. دعهم بقاع الحضيض المر قد رتعوا، فالصقر مسكنه في شاهق العمد. إن الريادة ليست كأس مصطنع، بل هيبة سعاها التاريخ للأبد. فلتعلم القارة الصماء قاطبة أن المغارب جسم واحد الجسد. نحن الأسود إذا ما غيض جانبنا، نحمي العرين بعزم غير مرتعد. فنحن في طنجة شيدنا حضارتنا، وفي الصحاري بنينا قوة المدد. دعوا الأفارقة في غاباتهم لعبا، نحن المغاربة فوق الكوكب الرصد. سنكتب الدرس للتاريخ من دمنا،
سنكتب الدرس للتاريخ من دمنا، لا يسلم الشرف الراقي من الحسد. فامضوا إلى الطاس لا ترجوا عدالتها، فالحق يؤخذ بالإصرار والجلد. فامضوا إلى الطاس لا ترجوا عدالتها، فالحق يؤخذ بالإصرار والجلد. وعلموا النشأ أن العز عملتنا، وما سواه غبار ضاع في البدد. يا معشر المغرب المعوار لا تهنوا، فأنتم الروح للتاريخ والجسد. دعوا الكؤوس لمن بالغدر قد ظفروا، فنحن نظفر بالعلياء والأبد. ويا حسودا يرى في ظلمنا فرحا، عش في ظلامك مقرونا مع النكد. هذه سأكررها: ويا حسودا يرى في ظلمنا فرحا، عش في ظلامك مقرونا من النكد. ويا حسودا يرى في ظلمنا فرحا، لن تبلغ المجد بالأحقاد والعقد. ويا حسودا يرى في ظلمنا فرحا، يكفيك نارك بين الروح والجسد. هذه بلادي وعين الله تحرسها، من شر كاف ومن شر لذي عقد. سنبلغ المجد لا نلوي على أحد، سنبلغ المجد لا نلوي على أحد، بقوة العرش بعد الواحد الصمد. سنبلغ المجد لا نلوي على أحد، بقوة العرش بعد الواحد الصمد. انتهت القصيدة، وأختم لكم بخاتمة قصيرة. لقد انتهت المسرحية. يا أيها المغاربة، يا أيها المغاربة الأحرار، أيها الشعب العظيم، لقد انتهت المسرحية، وأسدل الستار على أكبر عملية احتيال أخلاقي في تاريخ كرة القدم الإفريقية. هذه العقوبات التي نزلت الصاعقة ليست شرا محضا، هي ضوء كاشف، هي ذاك الضوء الذي أزال الغشاوة عن أعيننا. إن هذه المهزلة التي صاغتها الكاف ليست نهاية العالم لنا، هي بداية الصحوة لنا. سقطت ورقة التوت يا أسعد عن قارة لم تحترم إلا من يجلدها بصوت القوة، وتحترق من يكرمها بورود المحبة. رسالتنا اليوم إلى كل من يهمه الأمر: لقد انتهى زمن السذاجة، انتهى زمن ماما أفريكا، the mother of Africa، التي نرضعها حليبا فتسقينا سما. المغرب اليوم بقيادة ملكه وهمة رجاله أكبر من أن تقيمه لجنة مرتشية، أكبر من أن يوقده اتحاد عاجز. لقد علمتنا مهزلة الكاف درسا لن ننساه، أننا في هذه القارة كالطاووس، كما قال الحسن الثاني، كالطاووس بين الغربان. جمالنا يستفز قبحهم، تنظيمنا يفضح عشوائيتهم، ونجاحنا يعري فشلهم. فلنستفد من هذا الدرس القاسي: لا ثقة في الضعفاء ولا أخوة مع الجبناء. سنبني ملاعبنا لأنفسنا، سنطور كرتنا لأبنائنا، سنفرض احترامنا بحد العزم والقلم والعمل، لا باستجداء العدالة من فاقدها. الرسالة وصلت: لا مكان للعواطف في عالم تحكمه المصالح، لا مكان للمثالية مع من لا يفهم إلا لغة القوة. ردنا عليهم لن يكون بالاستئناف فقط ردنا عليهم لن يكون بالاستئناف فقط، بل بمزيد من التقدم، بمزيد من الاستثمار في العقول والأرواح والأصوار التي تحمي هذا الوطن، بمزيد من التعالي على مستنقعاتهم. فليأخذوا عقوباتهم، وليأخذوا غراماتهم، وليشربوا من كأس خيبتهم. أما نحن فسنمضي قدما، رؤوسنا في السماء وأقدامنا راسخة في أرض الشرفاء. سنبقى كما كنا دائما، عقدة في حلقهم، أسيادا في ديارنا، أسودا لا ننام على ضيم. وعاشت المملكة المغربية الشريفة، ولا نامت أعين الجبناء، ورفعت الجلسة. الحمد لله رب العالمين. يا أخي لا فض فوك ولا عاش من يهجوك بصراحة. شكرا لك يا أسد، الله يكرمك، الله يحفظك. حياتي لكم جميعا، لكل المستمعين والمستمعات. الله يبارك فيك، وشكرا لك أخي الكريم على هذه